لا تأمن مكر هذا الجوميز. جوزيه جوميز منذ رحيله عن الزمالك الفُجائي، رحل فجأة وذهب وانضم لنادي الفتح السعودي وقال لك أنا رايح عشان مشروع الفتح السعودي. استمر معاهم فترة طويلة، عقده بينتهي، قعدوا عشان يتكلموا في التجديد والمفاوضات، خرجت إشاعات كبيرة، أنا اللي هابقى مسؤول عن الصفقات وعايز رقم معين، أصل أنا عايز إمام عاشور وعايز مروان عطية وعايز فيستون مايلي، كلام كتير انتشر اليومين الأخير، لكن لا تأمن مكر هذا الجوميز. النهارده الصبح جوميز بيخلّص مع نادي الخليج السعودي، بيركن كل ده على جنب وبيروح تجربة جديدة في نادي الخليج السعودي، لا تأمن مكر هذا الجوميز. يعني خلاص ساب الفتح وانتقل رسميًا لنادي الخليج لمدة موسمين، شاف بقى مشروع جديد، في مشروع جديد في الخليج هو رايح يشوفه. فالموضوع انتهى، اسمه ارتبط بالأهلي فترات طويلة، اسمه ارتبط بالعودة للزمالك منذ رحيله عن الزمالك، ولكن هو بيقرر يروح مشروع جديد في الخليج السعودي. مرة تانية لا تأمن مكر هذا الجوميز. يعني جوميز طول ما هو في فرقتك تبقى قاعد مقلّق كده ما تعرفش هو رايح فين وجاي منين.